لماذا لا يزال المسجد من على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن القبر سابق للمسجد، وحتى لا يحتج بذلك المبتدعة، فما هي العلة في إبقائه؟ خوف الفتنة من الناس، لأن الناس وجدوا هذا من زمان طويل، فلو غير يحصل فتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا أعدت الكعبة على قواعد إبراهيم. وإن يدخل في المسجد هذا غلط، لكن إخراج عزله الآن من المسجد يحدث فتنة ويحدث شرور أكبر، فلذلك تركوه على ما هو عليه من أجل خوف الفتنة وحصول ما هو أشد من سفك الدماء وغير ذلك.